اهلا بيكم، انا نورة ودي مصر الحقيقية. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، رمضان على الابواب، وحوي يا وحوي، اهلا يا رمضان. احنا لسه مع كلامنا بالمصري. فكرت مرة تفكر يعني ايه وحوي يا وحوي؟ انا هقولك. وحوي يا وحوي خلينا نتخيل نفسينا واقفين مستنيين الحشود القادمة مع القائد العظيم أحمس طارد الهكسوس يخلص بلدنا من خطر الهكسوس، ومعاه من ضمن الجيوش سبب قوته نصره أمه إياح حتب. إياح معناها قمر، وحتب معناها راضي أو سعيد. فحيا المصريين واح إياح واح إياح، فلتحيا الملكة إياح. وارتبط الشهور العربية طبعا بالقمر بظهوره واختفائه، فبالتالي أصبح واح إياح أهلا بالقمر. وأهم قمر إحنا بنستناه هو قمر رمضان، فبقى بالنسبة لنا وحوي يا وحوي هي مرتبطة برمضان. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا الضربة يا رمضان. وحوي يا وحوي هل هلالك والبدر مبان، شهر مبارك وبقاله زمان. أما بقى قصة الفوانيس فهي قصة تانية خالص. فوانيس هي اختراع مصري، أول مرة ظهرت في استقبال المصريين للملك المعز لدين الله الفاطمي. لأول مرة تخطو أقدامه مصر كان بالليل في شهر رمضان، فطلع المصريين يستقبلوه بالفوانيس عشان يضيئوا ليه الطريق. وبعد ما أضاءوا ليه الطريق أصبح رمضان مرتبط جدا بالفوانيس. كان في عادة محمودة من أحد الخلفاء الفاطميين إنه لما يطلع يستقبل أو يستطلع قمر رمضان كان يطلع معاه الأطفال وموكب كبير قوي مليان بالفوانيس والأضواء وبينشدوا لرمضان. شوفوا القمر موجود ولا مش موجود، كده ولا كده رمضان على الأبواب. خلينا نستقبله بأحلى الفوانيس يعني أطيب التمنيات لكم بصوم مقبول وذنب مغفور وإفطار شهي. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. نشوفكم مرة جاية.